هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهاردة هنعمل مع بعض يعني البكاكين أو الكماج أو العيش الشامي، بس بطريقة كده لذيذة، بمكونات هتديله طعم حلو قوي قوي. ينفع سندوتشات، ينفع تاكلوه كده من غير أي حاجة خالص زي القرص الفلاحي. يعني أنا مش عايزة أحلف إن بجد طعمه في منتهى الجمال حتى لو كلتوه كده لوحده. ان شاء الله المكونات تكون سهلة وبسيطة عليكم وتكون موجودة في كل بيت، والطريقة كمان تكون سهلة عليكم. ويلا بينا كده نشوف احنا عملناه ازاي. اول حاجة هبتدي اعمل تيست للخميرة بتاعتي علشان بس اتأكد ان هي صالحة للاستخدام. معايا ربع كوباية من المية، كوباية طبعا مية تكون دافية. حطيت عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة مش مليانة قوي من السكر. هقلبهم كده مع بعض وهركنها كده على جنب لحد ما اشوف هعمل ايه. لازم بس اتاكد ان الخميره عندي مده صلاحيتها مش منتهيه علشان ما تبوظليش العجينه كلها، فلازم اعمل لها كده تيست في الاول. معايا بقى هنا 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، نخلتهم كويس. وبعد كده هحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الملح. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هنتكلم على السوائل اللي احنا هنعجن بيها. تمام. طبعا احنا ممكن نعجن بلبن رايب او بلبن حليب عادي. طيب انا هعجن بايه النهارده؟ ده الخض اللي بيطلع من الزبده. طبعا كلنا دلوقتي من وش اللبن بقينا بنعمل زبده في بيوتنا، وبيطلع بعد كده بعد ما بنكون زبده بيطلع منها الخض ده اللي هو قدامكم دوت. انا بعد ما بيطلع باخده بحطه في الفريزر اهو، لسه متلج اهو زي ما انتم شايفين، لسه فيه قطع تلج. ولما باجي اعمل معجنات محتاجه ان هي تكون طريه معايا بستخدمه، بيخلي طعم المعجنات في منتهى الجمال. بس بطلعه بسيبه لما يفك براحته خالص ويبقى بدرجه حراره المطبخ. طبعا الجو حر وهو كده كده هيكون دافي معايا. اوعي تحطيه على النار عشان يفك، لو حطيتيه على النار مباشره هيكتل معاكي وهيطلع ميه يعني من الاخر هيبوظ. حباه يفك بسرعه او يكون دافي معاكي لو احنا في جو الشتاء، هتعملي له حمام ميه، لكن تحطيهوش على النار مباشره. تمام. هاخد بقى كده منه كوبايه اهي. هو كده خلاص فك خالص معايا وسيبته لحد ما بقى بدرجه حراره المطبخ. طيب هبتدي بقى خلاص الخميره اهي اتفعلت معايا وبقت زي الفل. حطيت الخميره في الاول، وبعد كده هبتدي بقى احط من الرايب اللي معايا دوت شويه بشويه، مش هحط الكوبايه كلها مره واحده. طيب احنا ما عندناش الخض ده او الرايب دوت، نعمل ايه؟ تقدري تستخدمي لبن رايب عادي، تقدري تستخدمي لبن عادي خالص حليب عادي. تقدري تستخدمي لو حابه ان الموضوع يكون اقتصادي شويه ممكن تحطي يعني كوبايه ميه وتحطي لها يعني زبادي، علبه زبادي صغيره، وتزوديها بحيث ان هي تكون تملى كوبايه. يعني علبة الزبادي بالمية تملى كوباية، تقلبيهم كويس مع بعض وتعجني بيهم. حباها تكون اقتصادية اكتر من كده خالص، هتحطي معلقتين معلقتين كبار من اللبن البودرة على الدقيق وتعجني بمية عادي. تمام. انا خلاص ابتديت احط دلوقتي الرايب شوية بشوية لحد ما العجينة لمت معايا وما بقتش بتلزق في الايد. بعد كده معايا هنا ربع كوباية صغيرة من الزبدة السايحة. ما عندكيش زبدة تقدري تحطي سمنة، ما عندكيش ولا زبدة ولا سمنة وحابة تحطي زيت، هتحطي معلقتين كبار بس من الزيت، متحطيش ربع كوباية لان كده ممكن ينشف معاكي، ويا ريت يكون زيت ولا ليه طعم ولا ريحة. خلاص كده انا قلبتها بعد ما حطيت بقى، عجنتها كويس بعد ما حطيت الزبدة لحد ما اختفت خالص معايا في العجينة، وبقت معايا عجينة طرية جدا وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد نهائي. هبتدي بقى دلوقتي اغطيها واشيلها على جنب لحد ما تخمر معايا. هوريكم بس الشوية اللي فاضوا معايا من الرايب او من الخض اللي انا كنت بعجن بيه، حوالي معلقتين كبار منه هم اللي فاضوا بس من الكوباية. اسيبها بقى لحد ما تخمر معايا. واول ما خلاص هتبتدي تخمر معايا هنا صينية وحط عليها كيس بلاستيك لان هيسهل معايا ان انا اشيل الرغيف من عليه. برشه كده بشوية من الدقيق وبركنه كده علشان ايه اللي هقطعه وهحطه فيه على طول. هنشوف بقى النهاردة طريقة سهلة كده للتقطيع، يعني سريعة وسهلة وفي نفس الوقت هتخليلك القرص او العيش كله مقاس واحد او حجم واحد. خلاص كده اهي العجينة خمرت معايا وبقت زي الملبن ما شاء الله عليها جميلة جدا. هرش بقى كده على الرخامة شوية من الدقيق، وبعد كده هاخد العجينة انزلها كده كلها
اسويها بس كده شوية، وبعد كده هحطها كده على طول وابتدي افرد على طول. مش هنقطع بقى كور ولا حاجة. عجبتك الطريقة دي كان بيها، ما عجبتكيش هتقطعيها كده كور صغيرة بحجم مناسب زي ما انت عايزة، وبعد كده هتفرديها بالمردانة عادي خالص. انا هفردها كلها كده مرة واحدة وهنشوف مع بعض هنعمل فيها ايه. طبعا السمك بقى اللي يريحك، عايزاها سميكة عايزاها رقيقة براحتك خالص. انا يعني في شوية عملتهم كده كانت القطعة سميكة شوية زي القرص كده، لان احنا يعني ابني بيحب ياكلها كده مع الشاي بلبن، فبحبها تكون بالنسبة له زي القرص كده مليانة من جوه. عايزاها تكون شبه العيش الشامي او تتعمل سندوتشات، يبقى هتخلي السمك بتاعها رقيق علشان خاطر ان هي تتنفخ معاكي وتبقى من جوه شبه العيش. ببولة كده صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين ببتدي اقطع على طول. السمك ده كده على فكرة سميك شوية. حباها رقيقة طبعا، لو لقيتيها سميكة معاكي تقدري تفرديها بعد كده بايديكي عادي مفيش اي مشكلة. هبتدي اقطع كده. طبعا كانت العجينة بتلزق في البولة، فانا عفرتها كده شوية بالدقيق وبعد كده قطعت بيها عادي. انا حسيت الطريقة دي سهلة وهتسهل معايا الموضوع، وكمان هتخليلي معايا البكاكين كلها مقاس واحد. خلاص كده هسلكهم من بعض، واللي احس ان هي مش متساويه في السريع كده بسويها وخلاص كده الموضوع خلص. طبعا اللي بيتبقى دوت باخده بسيبه بس يرتاح شويه على بقيه العجينه، بسيبها بس ترتاح شويه وبعد كده بفردها وبعملها بنفس الطريقه لحد ما اتبقت معايا في الاخر كده حته صغيره. هي انا عملت مرتين بس، وبعد كده في الاخر اتبقت معايا حته صغيره فما كانتش مستاهله يعني ان انا افردها كلها على بعضيها، فانا قطعتها كده 3 كور وفردتهم. اوريها لكم دلوقتي. طبعا اللي بخلصه بحطه في الصينيه على طول اللي انا رشاها بالدقيق، وبغطي الوش بتاعها كمان علشان ما ينشفش. وخطوه مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان احنا لازم بعد ما بنخلص بنسيبهم 5 دقايق قبل التسويه. خلاص كده دي كانت اخر قطعه بقت معايا. ببتدي اقطعها كده كور صغيره، قطعتها على 3 كور وهسيبها بس كده يعني 5 دقايق ترتاح عشان تتفرد معايا بسرعه. بعد كده باخدها اهي بفردها بالمردانه على طول او بالفراده. طبعا انت من البدايه خالص لو ما عجبتكيش طريقه التقطيع من البدايه خالص تقدري تعملي كده، تقطعيهم كلهم كده كور وتسيبيهم كده يرتاحوا، بعد كده هتفرديها على طول كوره كوره. بس انا شايفه ان الطريقه التانية اسهل واسرع بكتير. اهو حطيتهم بقى كده اهم، وهغطيهم بالكيس عشان برضو الوش بتاعهم ما ينشفش. نيجي بقى لطريقه التسويه، هنسويه زي ما بنسوي. اللي متابعني عارف انا بسوي العيش ازاي. انا عملت اكتر من مره طريقه تسويه العيش على عين البوتاجاز وفي على او في الفرن تحت الشوايه. يعني انا هسويه بنفس الطريقه بالظبط، بس حطيت الصينيه سخنتها الاول، خليتها سخنت على البوتاجاز على نار متوسطه. بعد كده ابتديت احط فيها كده البكاكين او العيش، ويعني بالظبط كده نص دقيقة 30 ثانية بالظبط هحسبهم. وبعد كده هاخدهم واحطهم على طول تحت الشواية بتاعة الفرن. الشواية تكون شغالة من قبلها وعلى أعلى درجة حرارة علشان يتنفخ معاكي بسرعة. اهي الشواية اهي. طبعا بس معلش التليفون كان بيسخن معايا جامد وفصل معايا مرتين، كان نفسي اوريهولكم وهو بيتنفخ، فمعلش انا يعني كنت بضطر افصل واشغل تاني. طبعا بفضل الفه كده تحت الشوايه لحد ما يديني اللون المناسب او اللون اللي انا عايزاه. ومستوي اهو من تحت وواخد لون كمان وحاجه تمام التمام. تمام كده. يا رب اكون قلت كل المعلومات اللي انتم ممكن تحتاجوها للبكاكين او العيش الشامي او الكماد زي ما تسموه. المهم ان انتوا هتاكلوا احلى واجمل عيش، تقدروا تعملوه سندوتشات او تاكلوه زي القرص. بجد حاجه في منتهى الطعامه والجمال، وريحته كمان خرافه اكنك بتعملي قرص فلاحي طريه بالظبط. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك عشان انتوا عارفين اللايك بيرفع الفيديو، وكومنت كده حلو منكم. كومنتاتكم بجد بتسعدني جدا وبرد عليها كلها. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.